بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد واحباب سيدنا محمد. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا اخواتي في الله؟ ايه اخباركم؟ كويسين؟ الله يبارك فيكم ويعزكم ان شاء الله ويجبر بخاطركم زي ما جبرن بخاطري. والف شكر على كل اللي ما يشارك في قناتي، واتمنى اكبر بيكم ومعاكم ان شاء الله. واتمنى كده منكم انكم تدعوا لطلاب تالتة ثانوي. لان بصراحة معايا بنتي في تالتة ثانوي، ربنا يقف جنبها ان شاء الله وياخد بايدها هي وكل اللي زيها، يا رب يكرمهم كرم من عنده ويكرمهم كرم يتعجب له اهل السماوات والارض ويجبر بخاطرهم ربنا. ويكرمهم ان شاء الله بالامتياز يا رب كلهم، ويجبر بكل خاطر ابو وام عشان المصاريف غالة والدروس غالة والمواصلات غالي. وربنا يكرمهم ان شاء الله ويقف جنبهم يا رب. اتمنى منكم ان شاء الله يا متابعين واخواتي في الله انكم تدعوا طلاب تالتة ثانوي، لان بصراحة الواحد يعني قلبه في رجليه كده من الخوف والقلق عليهم. الحمد لله وان شاء الله، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وربنا ان شاء الله يكتب لنا ويكتب لكم كل خير ان شاء الله، ويرضيكم في اولادكم ويكرمكم. بصراحة يعني الواحد مهما قال برضو القلق هو فيه، ربنا ان شاء الله يعدي الامتحانات على خيار وتاجي سهلة ان شاء الله، ويسترها ويعديها بالستر. اتمنى كده منكم ان الفيديو بتاعي يعجبكم وينال رضاكم، ويكون فيديو خفيف كده على قلوبكم ان شاء الله. واتمنى كل اللي يشوف الفيديو يخش يعمل لي مشاركة ولايك وكومنت حلو فضلا وليس امرا. واتمنى ان شاء الله ان قناتي تكبر بيكم ومعاكم يا اخواتي في الله. هنتي سأسقط قليلا. الحمد لله يا رب. استغفر الله. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض وما العرض عليك يا رب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا مالك يوم الدين يا الله. ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، وتحطوا اللايك عشان أكبر بكم ومعاكم يا أخواتي في الله. وهنا جبت نص كيلو لحمة ضاني أو كيلو إلا ربع مش عارفة، جابهم لي جوزي وقال لي اطبخيهم، فمش عارفة والله حد من أصحابي اداهم له عشان لحمة العيد يعني. وهنا بوريهم لكم اديني هغسلهم غسلة زينة، وبعد كده المية فارت تحت الشوربة. شايفين بعد ما غسلتهم غسلة زينة؟ شايفين ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد لما يجي يحط الحاجة كده لازم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا مش هحط البصلة ولا الهنا غير لما الرمة اقشطها كده. شايفين الرمة لازم نقشطها كديتاي عشان بصراحة لازم الريمة تطلع برضو ما احبهاش كده بصراحة. زي ما عارفين ان انا بنسى بطلع الريمة، بس الحمد لله افتكرت النهاردة. فقلت قعدت جنبه وقلت لما تفور كده واطلع الريمة كلها احط البهارات كلها بديت. ده بصراحة ده زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو، ده لحم الضاني بسم الله ما شاء الله، بس باين على شكله هنا 7 بهارات ومكعب مرقة بتاعت مرقة الضاني برضو، بصلة وطماطم يعني البهارات دي فيها فلفل وقرفة وقرنفل وبصيني وكلها كده يعني جايبينها جاهزة بصراحة. وهنا هحطيها واحط معاكم الحلة التانية اعمل البصلة عشان نعملوا اكل جديد كده، طبق وبطاطس مع ملوخية والف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله. البصلة لما اجي اخرطها على اليد زي ما انا قلت لكم وعارفيني ان البصلة بصراحة ما احبهاش تكون بحلقي. فهنتي زي ما انتوا شايفيني بخرطها رفيع، شايفين ازاي لازم اخرطها رفيع كده. والله ما عارفة امسك البصلة لاني الحمد لله الحمد لله مش عارفة، يدي عاوزة قال اللي هي بيقولوا عليها دي عملية تسليك شرايين كان ولا يدعوا لي، وانا خايفة بصراحة فمش قادرة اطلعها اعملها يعني. لازم البصلة بصراحة انا ما احبها على المبشرة يا ما احبها في الكبي،
فوالله كسلت وقلت خليني بدل ما يدي ما قدراش اعمل منها حاجة خليها تتحرك شوية، والحمد لله على اللي جوهنا ربنا كله. شايفين الملح، انا مش بحب احط الملح بعد ما البصلة احط لها طماطم واعديها بالشطة، فمش بحب احط الملح فيه يعني بعد ما اطيب البصلة، لا بحب احطها من اول ما اخلط البصلة عشان ما نفسي كده، معذرة في الكلمة، نفسي بطن ودي 7 بهارات برضو. حتة الكيس اللي بشاور لكم عليها ده راح اغطيه تاخد لها غلوتين 3، واول ما هني كده راح اطلعها واوريها لكم ان شاء الله. شايفين ما شاء الله التقلية اول ما شايفين طلع ازاي، لان انا قلت بدل ما بعد كده تبهدل وتعمل فخليتها حتة واحدة، قلت ان شاء الله هي ابى اطلعها اول ما التقلية تفوق. الف هنا وشفا علينا وعليكم. هجيب التقلية تتسبك وهنا بوريكم ان الشوربة بتغلي. هقشر معاكم بطاطسيات. البطاطس ده كان طلعتها من جرد التلاجة، مش عارفة ما يطلعوا قد ايه، بس صغيرين يعني كده الحجم البطاطس. طب انا هعمل ايه، جابوهم من جوزي يعني مش ممكن يعني خسارة، فقلنا نطبخهم وخلاص. بألف هنا وشفا علينا وعليكم، واتمنى يا رب الفيديو يعجبكم وينال رضاكم ان شاء الله. وزي ما انتوا عارفين ومعوداكم اني امشي معاكم في الفيديو واحدة بوحدي عشان يعني تشوفوا الحاجة ايه، واتمنى ان حد يتعلم مني ولا 1%. واتمنى يا رب في الدقة الشرط ومدينة هاخدهم كده قدامكم شايفين، هتريكم واحدة واحدة. واتمنى يا رب كده كل اللي اشترك في قناتي يدوس على الكل عشان يوصله كل جديد، ويفعل الجرس ويدوس على الكل برضو، واشترك في القناة فضلا وليس امرا. نحط اللايك، حطوا اللايك اللي يبارك لكم. والمشاهدات عندي اعتبر الحمد لله ضعيفة جدا جدا جدا، فما عليهاش. كل اللي يشوف الفيديو الله يبارك لكم يشترك فيه ويسمع الفيديو لحد الاخر فضلا وليس امرا. شايفين الترك ما تركتوش ترك قبل جو ولا حاجة، قلت خليه صغير بصراحة عشان لما كنت تركه كبير كانوا عيالي يقولوا لي يا ماما احنا مش عارفين نحط الخبر في بقنا. قلت لهم حتى انا مش عارفة، حابة تركه لكم صغير من هنا ورايح. والحمد لله دينا شايفين ما شاء الله بألف هنا وشفا. لازم بعد ما تعمليهم كده تخليهم في مية جديدة، في مية من الحنفية او مية ساقعة عبال ما هي ما تخليهمش على كده عشان البطاطس ما تسوتش. وهنا بطلع اللحمة تاخد لها غلوتين 3 عشان تشرب من الصلصة بتاعت الطماطم. وألف هنا وشفا علينا وعليكم إن شاء الله. والله كانوا طبايخ بسم الله ما شاء الله كانوا زي العسل. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. بس الحمد لله ولداي مش بيحب اللحمة الضاني، ولا بنتي اللي في أولى إعدادي مش بتحب لحمة الضاني، وولدي في سنة أولى في أولى ثانوي يا رب يخليه لي يبارك لي فيه يا رب. فما كانوش قاعدين فقلت أطبخهم فرصة وهم ما قاعدينش. واحد كان راح يعني كده اللهم صل على سيدنا محمد. البنت كانت عند جده، والولد ربنا يخليه لي يا رب يبارك لي فيه يا رب. أنا معايا واد واحد و5 بنات. كان مسافر البلد اللي اسمها مش عارفة يا رب الساحل الشمالي ولا إيه كده، فقلت هي فرصة. هنا جبت ب15 جنيه ملخي، ده الربطة ده اللي انتوا شايفينه ب15 جنيه، كان ولا ب20 جنيه. فهنا لازم اغسلها غسلة زيني عشان برضك الملح والحاجات ده، الملح الكيماوي والحاجات ده ومسكة اليد، فلازم اغسلها. الربطة ده اللي انتوا شايفينه والله ما عارفة ب15 ولا ب20. اللي جرت ان بعد ما غسلتها وقرطفتها قلت ابعت تاني قالوا هنتأخر على الغد. فالحمد لله يعني قعدت، والحمد لله برضه قعدت دهنتي هحط لها شوية خل عشان اغسلها غسلة زيني. شايفين لازم اغسل الحاجة كده زين، ما ينفعش ندي الحاجة في ام واحد كده، لا. شايفين المية بتاعتها ما شاء الله خلتها هي بألف انا وشفا علينا وعليكم. وهنا هشيدها واطلعها برضه واسيبها افرشها قدامكم برضه على الصينية. وبعد ما غسلتها جينا موريكم اللحمة ما شاء الله في الصلصة الطماطم. شايفين بألف هنا وشفا علينا وعليكم. بعد ما غسلت المخاط قلت اسيبهم هنا تعب ما اطلع دولي لحسن ينتهوا خسارة، وبعد كده ارجع اخدهم واحطهم افرشهم على الصينية.
شايفين ما شاء الله اللحمة، لازم اللحمة تخليها تاخد لها غلوتين تلاتة كده في صلصة الطماطم. طعمها كان بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بألف هنا وشفا علينا وعليكم إن شاء الله. ويا رب أتمنى الفيديو يعجبكم وينور رضاكم إن شاء الله. ده اللي طلعتها دي حتة لي. أنا بصراحة لحمة الضهن دي اعذروني، ما مش عارفة، مش فيها جو من زمان حتى من وانا بيت. وهنيتي هنزل عليها بالبطاطس بعد ما طلعنا من هنا، واللحمة احط لها شوية فلفل وشوية ملح وبهرها بيه، وخليها تصفى من الشرب اللي فيها عشان لما تيجي تحمريها تتحمر معاك بكل سهولة ما تطرطش. شايفين ما شاء الله البطاطس في الدماغ عملية، ولا احلى من كده ولا اروع من كده. بألف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله. هغطيها واسيبها تستوي. وشفت الملوخية بعد ما خدتها وفرشتها على الصينية عشان تنشف، عشان ما تنفعش تخرطيها لين عشان ما تبقاش مزلوقة معاك، لازم تخليها تنشف شوية. حتى لو لفتيها فوطة عندك ولا حاجة عادي هتلقاها بعد ربع ساعة نشفت. وهناك بعد ما نشفت خدتهم جنبي في الأرض، فرشت دفاية وقعدت عليه، لأن والله القدم بتاع رجلي مش مقدر أقف عليها كتير، والحمد لله على اللي جبهن رب. وهناك مسكتهم معاكم وبعدين مقرطفهم واحدة واحدة. بصراحة ملوخيات كانوا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، طعمهم زي العسل. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم إن شاء الله. وأتمنى كده يا رب الفيديو يعجبكم وينور رضاكم إن شاء الله. وما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، وتحطوا اللايك وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين. وأتمنى إن شاء الله إن قناتي وعيلتي تكبر بكم إن شاء الله. يا أخواتي في الله، الله يعزكم ويرضيكم ويجبر بخاطركم ويسعدكم سعادة الدارين إن شاء الله يا رب. وأتمنى كده إن شاء الله يا رب تشتركوا في قناتي وأكبر بكم ومعاكم. وشايفين الملوخية بعد ما خرطناها ما شاء الله، دلوقتي هنعملها بالمعلقة ونحطها في الطبق عشان نعمل الشوربة بتاعتها، وهوريها لكم. اديني معاكم خطوة خطوة. اديني بعد ما عبيتها، وشايفين الشوربة بتاعت اللي هي لحمة الضاني دي. بصراحة غسلتها غسلة زين انا اللحمة، فما خليتش يعني، هي لازم لحمة الخرفان لابد ما تبقى فيها ريحة، بس انا غسلتها غسلة زيني. شايفين ما شاء الله بعد ما حطيتها بالشطة نزلت بملوخية. بألف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله. هنتي راح اقلبها كديتي، وبعد كده راح اجيب الطبق اشوفها التومة. زي ما انتوا عارفين ان انا التوم مفرزها في الفريزر، سمنة بلدي ده اللي حطيتها، ودي توم. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. التوم دي انا حطها في الفريزر. وهنيتي بوريكم ان الملوخية غلت. شايفين ما شاء الله اللون بتاعها والخضار، وبسم الله ما شاء الله طلعوا على كد الشربات ومظبوطين. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. نازل اخد لها غلوة. شايفين التومة، رجعت لكم تاني علينا على الصينية اللي مطش فيها التومة. شايفين التومة ما شاء الله. مش لازم نخلي التومة تحمر قوي عشان ما تبقاش ممرري. لو عايزين تخلوها صفرة شوية عن كده ماشي، بس ما تخلاش اللي هو لجردة الغمقان كده تاي. بسم الله ما شاء الله. شايفين بألف هنا وشفا علينا وعليكم. اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. بألف هنا وشفا علينا وعليكم إن شاء الله. هنا راح أكبهم في الحلة دي عشان أخذ الحلة أعمل فيها الرزات. شايفين ما شاء الله. غسلت الحلة دي قدامكم، وجبت الرزات دول، والله ما عارفة ب15 ولا ب20، بس بين على شكلهم ب15. حتى الرز ما طلعش من الكويس كده، طلع رز مدقدق. معودة ما أجيب من الراجل العطار اللي عامل دوكم يبقى رز حلو ما شاء الله وما يزغزغيه حتى ساعة ساعة لما القانا ده مش مغسل. وهنا لازم اغسله غسلة زينة كده. شايفين هو بصراحة برضك رز نظيف برضو، بس غليته تحسها مكسرة كده. وهنا حطيت شوية سمن وهحط شوية زيت معاها. وبألف هنا وشفا ان شاء الله. وهنعمله كده ان شاء الله. قديتي رز حبة وحبة. واتمنى قديت الرز لازم تقلبيه كويس كويس لما تنزل عليه. دلوقتي احنا هنخلي دول حمرا ويبقى لونهم ذهبي. لما تحط عليه رزات البيض تاني لازم تخليهم يتفلفلوا كده عشان ايه ما يبقاش معجن. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله. حطيت اللايك ولا لسه؟ شاهدت الفيديو ولا لسه؟ اتمنى انكم تسمعوا الفيديو لحد الاخر. فضلا لنا ولا سمرا وتحطوا اللايك. شايفين هنا بوريكم
آه معذرة. الحمد لله، معذرة، اعذرونا. شايفين ما شاء الله الرز بألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. اللهم بارك. الرز كانت الغلة بغلايته والطعم كان تحفة، وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، وتحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. وهنا بعد ما خلصت الأكل وكل حاجة لميت المواعينات بصراحة اللي كانوا قاعدين وغسلتهم. يعني هم مش كتار قوي بصراحة، بس قلت بدل ما يقعدوا أصلا أني راح أتغدي، وبعد ما أتغدي مش هقدر أقوم تاني. والعيال معايا البنت في 3 سنة، والله يكرمها يا رب ويجبر بخاطرها ننجحها وتاخد امتياز هي وكل اللي زيي. فمش عاوزة أخليها توقف في المطبخ كتير عشان المذاكرة. مش هتنفعني المواعين بصراحة لما بنتي لا قدر الله ما تجيبليش مجموع كويس. بس يا رب إن شاء الله تقفل وتجيب امتياز هي وكل اللي زيها يا رب. ويا رب كل اللي سمع الفيديو يدعي لها إن شاء الله ويجبر بقدرها ربني. جبر يتعجب له أهل السماوات والأرض. المعينات ده لو مش بتاعة الفطار ولا حاجة، عيالي قاموا قديتي في الظهر وحبوا يعملوا شاي، قلت لهم استنى احنا نتغدى. قالوا لا احنا هنعمل شاي قبل ما تحضري الغدي براحتي. هتاكلوا بعيش؟ قالوا لا هنشربوه شرب. وزي بعض صغيرين ما يعرفوش ولا حاجة. ربنا كده ان شاء الله يخليهم ويبارك فيهم. وقلت اصب الموعد معاكم برضو زي ما انتوا شايفين، ما فهمش مواعين اكل ولا حاجة، الا هم بس الكوبايات اللي عملوا فيهم البنات شاي وشربوا وقعدوا في الصالة وشربوا. وده كوباية المية وشفشف المية، وطوى ده من عشي لما يجي جوزي بالليل الساعة 3 كده حضرت له تعشي. فقلت اغسلهم بالمرة معاه، وبعد كده اغسلهم مرة واحدة وبعد كده شهدهم. الطوى ده كانوا غاسلينها البنات بس مش غاسلينها كويس، فطلعت غسلتها انا من المطبخ. واتمنى يا رب الفيديو يعجبكم وينال رضاكم ان شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وتحطوا اللايك. ويا رب كل اللي يشوف الفيديو بتاعي يسمع لحد الاخر. واتمنى فيديوهاتي تكبر بيكم ومعاكم ان شاء الله. واتمنى قناتي تكبر بيكم ومعاكم برضه يا اخواتي في الله. الله يعزكم ويرضي خواطركم ويجبركم جبر يتعجب له اهل السماوات والارض. هناتي ماشية معاكم برضك في المعلومات مصبينهم معاكم، وديني صبنتم وديني مشاهد فيهم. وهريحهم على الترابيزة، وبعد ما اريحهم على الترابيزة برضو هبوريها لكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امر، وتحطوا اللايك ان شاء الله يا رب يخليكم ويجعل مشاهدتكم للفيديوهات في ميزان حسناتكم. واشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، يا رب يخليكم ويبارك فيكم. وما تنسوش يا رب كده كل اللي يحط له لايك يجعل له من كل ضيق مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويجعل الفرح قدامه والسعادة خدامه. ووصلت معي لحد هنا أقول لكم بعد ما صبنت المعونات وكل حاجة شايفين ما شاء الله، حرصهم بعد كده في المطبخ براحتها. وأقول لكم هناتي لو وصلت معي لحد هناتي أتمنى أن فيديوهاتي تعجبكم وتنور رضاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.